3 2 1. عمرك تخيلت يا أميجو إن الكائن اللطيف اللي كنت بتشيله على كتفك وهو طفل وبيجري وراك في الصالة عشان يحكي لك أتفه تفاصيل يومه فجأة وبدون مقدمات يتحول لشخص غامض وغريب عنك كأنك أول مرة تشوفه؟ شخص عايش معاك تحت سقف واحد بس علاقته بيك اتلخصت في كلمتين بيرميهم وهو قرفان عادي أو مفيش، قافل باب أوضته بالترباس، عايش في الضلمة والسماعات في ودنه 24 ساعة وباصص في شاشة موبايله بتركيز مرعب كأنه بيخطط لمصيبة كارثية هتحصل في الكوكب. عزيزي الأميجو، التحول ده هو اللي بيخلق خناقات بتهز ملايين البيوت، والحقيقة إنه مش قلة أدب ولا عناد لمجرد النكد، ده السوفت وير البشري لما بيمر بأعقد وأغرب مرحلة في تاريخ نمو الإنسان، مرحلة المراهقة. النهاردة احنا مش جايين نجلد المراهقين ونطلعهم شياطين، ولا جايين نلوم الأهل ونحسسهم بالتقصير، احنا جايين نمسك كشاف الستوريادور ونفتح الصندوق الاسود للأوضة المقفولة دي عشان نعرف هو ليه هربان منك بالمنظر ده، وايه هي الأخطاء القاتلة اللي الأهل بيعملوها بحسن نية فبتطرد ابنهم بره البيت وهما مش دارين، وازاي نلحق الشحط أو الشحطة دول قبل ما الباب يتقفل عليهم للأبد. الموضوع عميق ومحتاج هدوء، فقبل ما تروح تخبط على بابه وتدخل في محاكمة جديدة ملهاش لازمة، انزل اخبط اللايك المعتبر واشترك في القناة واعمل متابعة لو مش عامل، واطلع تاني فورا عشان السرداب ده ضلمة واللعبة كبيرة جدا وأكبر مما تتخيل. السلام عليكم أعزائي الأميجوس، طيب الله أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم لمعلوماتك. في سنة 1954 وفي مستشفى نفسي في ولاية كانساس الأمريكية كان في طبيب نفسي مشهور واقف بثبات ورا إزاز مراقبة من اتجاه واحد. الراجل ده كان بيبص بتركيز على زنزانة قاعد فيها مراهق عنده 15 سنة بس. المراهق ده كان بقاله ساعات هادي جدا باصص في الفراغ وساكت كأنه جثة، لكن فجأة وبدون أي مقدمات أو سبب واضح انطلق فيه بركان مجهول، هجم على الأساس والمكتب وكسرهم بملامح مرعبة، وبعد ما فرغ طاقة الغضب دي كلها رمى نفسه في الأرض وقعد يصرخ ويبكي بحرقة وهو واخد وضع الجنين وضامم ركبه على راسه. الطبيب اللي كان واقف بيراقب المشهد ده وبيدون الملاحظات ما كانش طبيب عادي، ده كان العالم الأسطوري إريك إريكسون. وفي السنة دي بالذات وبناء على الحالات اللي زي دي أصدر نظريته التاريخية اللي قلبت موازين علم النفس الحديث رأسا على عقب، وسماها المصطلح اللي كلنا بنسمعه النهارده الايدنتي كرايسيس، أزمة الهوية. إريكسون وقتها لاحظ وكتب إن البني آدم لما بيوصل لسن المراهقة ما بيمرش بمجرد مرحلة نمو عادية، ده بيمر بنوع من أنواع الرعب النفسي والبيولوجي الخفي اللي مش باين. السيستم كله بيتغير يا بطل، الطول والعرض والجسم بيكبروا فجأة في طفرة نمو مرعبة، والمخ من جوه بيبدأ يعمل عملية فورمات وتكسير وإعادة هيكلة شاملة للروابط العصبية. العلم الحديث لما دخل بالرنين المغناطيسي جوه الدماغ كشف كواليس مذهلة. ليه؟ لأنهم لقوا إن في منطقة اسمها القشرة الجبهية، ودي يا أميجو المنطقة المسؤولة في السوفت وير البشري عن المنطق والحكمة والتخطيط والتحكم في الانفعالات وموازنة الأمور. أهي المنطقة دي بقى في سن المراهقة بتكون لسه مبنية بالطوب الني، لسه اليافطة بتاعتها مكتوب عليها تحت الإنشاء وما استوتش بالكامل وما بتكتملش أصلا إلا عند سن ال25. في المقابل بقى وعلى الناحية التانية جوه الدماغ في منطقة اسمها اللوزة الدماغية، ودي المنطقة المسؤولة بشكل مباشر عن العواطف والاندفاع والخوف والشهوة والتمرد. المنطقة دي بتكون شغالة بأعلى كفاءة وبسرعة الصاروخ ومتغذية بكم هرمونات ملهمش أول من آخر. المراهق حرفيا في السن ده أميجو بيكون راكب وسايق عربية فراري سريعة جدا طايحة وموتورها قوته 1000 حصان، بس الكارثة إن الفرامل بتاعتها لسه ما ركبتش في الدماغ. ومن قلب البركان الدماغي ده بطل، وتحديدا من ورا فرامل الفراري اللي لسه ما ركبتش دي، بيتولد هنا بقى اللغز الأكبر والبعبع اللي بيجنن كل أب وأم ويخليهم يلفوا حوالين نفسهم في الصالة. ليه ابني فجأة بقى بيعشق العزلة؟ وليه بيفضل دافس نفسه وقاعد في ضلمة أوضته بالساعات كأنه بينفذ عقوبة حبس انفرادي بس باختياره؟ القصة وما فيها أميجو زي ما إريكسون قال بالملي إن المراهق في اللحظة دي بيمر في حياته بأعنف مرحلة انتقالية. هو ما بقاش طفل صغير ينفع نتحكم في نوع أكله وشربه ولبسه ونحدد له ينام الساعة كام،
وفي نفس الوقت ما بقاش راجل كامل النضج والوعي المجتمع بيعامله بكامل حريته ومسؤوليته، هو واقف في النص محبوس في فجوة ما بين الطفولة والرجولة. وعشان كده العزلة دي ما بتكونش مجرد كسل، دي بتكون المعمل الخاص والمستقل اللي بيحاول يصنع جواه تركيبته وشخصيته الجديدة، بعيدا بقى عن حماية الأهل المفرطة واللي مخه الطايش بدأ يترجمها ويشوفها على إنها سجن ومراقبة وقيود بتكتم على نفسه. زود على كده بقى بطل الكواليس البيولوجية اللي بتلعب في السوفت وير بتاعه. الغدد والمخ عنده بيفرزوا في السن ده كمية هرمونات مرعبة بتعمل شقلبة وتخريب كامل في الساعة البيولوجية. الشحنات دي بتأخر إفراز هرمونات النوم زي الميلاتونين لساعات متأخرة من الليل، فبتلاقيه تلقائيا بيعشق السهر وبيرتاح جدا في الهدوء والضلمة، لأن أي مثيرات في العالم الخارجي سواء كانت الإضاءة العالية أو صوت التلفزيون أو دوشة العيلة، جهازه العصبي المجهد بيترجمها على إنها ضغط عصبي وأوفر ستيميوليشن فوق طاقته الحالية. القعدة لوحده في ركن الأوضة والسماعات اللي كاتمة الدنيا دي هي في الحقيقة الدرع والسلاح الدفاعي اللي بيستخدمه عشان يفصل من زن الطلبات والنصائح المعلبة وسيل المقارنات والمحاكمات اللي بتلحقه من أول ما بيفتح عينه لحد ما ينام. هو مش بيكرهكم يا أميجو، هو بس بيحاول يحمي النسخة الضعيفة والهشة اللي لسه بتتكون جواه. لكن هنا بقى بطل بنوصل للمنعطف الأخطر. إذا كان المراهق بيقفل بابه عشان يحمي نفسه، طب إيه اللي بيخلي الفجوة البسيطة دي تكبر وتوسع يوم ورا يوم لحد ما تتحول لجدار خرساني عازل بيهد أي أمل في الكلام؟ هنا بقى يا أميجو لازم نقف وقفة صراحة ونرفع الكشاف على تصرفات الأهل. التصرفات اللي بتشتغل في الكواليس زي الرصاص الصامت اللي بيهد جسور الثقة ويهدم العلاقة دي طوبة طوبة. وبكل أسف ده بيحصل بحسن نية كاملة وبدافع المحبة والخوف. ركز معايا بقى في الثلاث أخطاء القاتلة دول لأنهم هما اللي بيحولوا البيت لساحة معركة. أول حاجة هي فخ التحقيق وجهاز المخابرات، أو نقدر نسميه تدمير الخصوصية. الأهل ساعات من كتر خوفهم وقلقهم بيقلعوا طوب الأبوة والأمومة ويلبسوا بدل ضباط التحقيقات ومفتشي المباحث. أول ما المراهق يتلمح صباع رجله بره الأوضة تبدأ الأسئلة اللي ملهاش آخر: كنت فين؟ بتكلم مين؟ تليفونك ويتنج مع مين بقالك ساعة؟ باصص في الموبايل وبتضحك على ايه؟ وريني كده. الاسلوب الهجومي ده يا بطل بيعمل ايرور في دماغ المراهق ويخليه تلقائيا يشغل عنده غريزة دفاعية شرسة. مخه بيترجم الاسئلة دي على انها اتهام بالخيانة وعدم ثقة، والنتيجة الحتمية انه هيتعلم يلف ويدور ويحترف لعبة الاستغماية ويفضل مستخبي على طول ويقفل باب اوضته بالقفل والترباس لمجرد انه يحمي خصوصيته اللي بتنتهك كل دقيقة. تاني خطأ وهو الاستهزاء بالمشاعر. المراهق لما الدنيا بتضيق بيه ويقرر فجأة يغامر ويخرج من قوقعته عشان يفضفض للأب أو الأم بأزمة بيمر بيها، سواء بقى كانت خناقة وخصام مع صاحبه الأنتيم أو إعجاب مراهقة عابر أو حتى حزن ملوش سبب، الأهل هنا للأسف بيرتكبوا جريمة السخرية ويردوا عليه بقلة اهتمام. بس يا خايب بلا أصحاب بلا كلام فارغ، ركز في مذاكرتك ومستقبلك، دي تفاهات عيال. الكلام اللي من النوعية دي يا أميجو بيذبح المراهق من الوريد للوريد وبينزل على كرامته زي السكينة. في اللحظة دي مخه بيعمل سيف ومسح شامل للموقف وبياخد قرار مصيري: أهلي مش هيفهموني أبدا ومستحيل هكرر الغلطة دي واحكي لهم حاجة تانية. تالت خطأ بقى وهي المقارنة القاتلة وعقدة النقص، أو بمعنى آخر جلد الذات. ودي بقى بتبقى الرصاصة الانفجارية اللي بتنسف العلاقة تماما. الجملة المشهورة اللي دمرت أجيال: شايف ابن خالتك أشطر منك إزاي؟ شايف ابن خالتك جاب كام في الامتحان وأنت فالح لي بس تقعد على الموبايل؟ الأهل بيبقوا فاكرين إنهم بكده بيحفزوه ويشجعوه، بس في الحقيقة الجملة دي بتصنع شرخ كبير في روحه وبتوصل له رسالة ضمنية مرعبة: أنت فاشل في نظرنا وإحنا مش راضيين عنك. تلقائيا المراهق بيبدأ يكره القعدة معاكوا في الصالة لأن القعدة ببساطة بقت بالنسبة له مصدر جلد ووجع وإهانة. فيعمل إيه؟ يهرب لأوضته عشان يعيد ترميم كرامته اللي اتهدرت. وعلى عكس بقى جدران البيت اللي بقت بتصدر له وجع وجلد ومحاكمات، بتظهر هنا بقى النتيجة الحتمية يا بطل. بتلاقي المراهق في المقابل مستعد يضحي بروحه وبكل ما يملك عشان صاحبه، وبيسمع كلام شلته ويقدس الآراء بتاعتهم كأنها دستور سماوي مقدس وغير قابل للنقاش أو الجدال، لدرجة تخليك أنت كأب تولع نار وتقول: بقى حتة العيل اللي لسه عارفه من كام شهر كلامه يمشي عليك أكتر مني وأنا اللي مربيك ومطلع عيني عشانك؟ طب ليه؟ وإيه السر الكيميائي والنفسي ورا الجاذبية المرعبة دي للصحاب؟ السر ببساطة يا أميجو إن صاحبه وشلته بيمروا بنفس البركان الهرموني وبنفس الشقلبة البيولوجية والنفسية اللي هو فيها.
باختصار هم عايشين نفس المعاناة وضغط الدماغ. الشلة هنا بتلعب دور الواحة الآمنة وبتديله 3 حاجات مصيرية أهله في الغالب وبسبب ضغط الحياة ما بيقدروهاش ولا بيلتفتوا ليها. أول حاجة وهي القبول غير المشروط، الحب اللي ملوش تمن. صاحبه في الشلة بطل بيقبله ويحبه زي ما هو، بعيوبه بطيشه وبلخبطته. صاحبه مش هيحاسبه على درجات امتحان الشهر، ولا هيقعد ينظر عليه بسبب قصة شعره، ولا هيطالبه يبقى نسخة مثالية من حد تاني. في الشلة المراهق بيحس انه محبوب لمجرد بس انه موجود، وده احساس مخه بيجوع ليه جدا في السن ده. تاني حاجة وهي صك الانتماء. في السن ده المراهق بيبقى عاوز يخرج من عباية بابا وماما، وعاوز يحس انه جزء من العالم وانه خلاص كبر. فالشله بتديله احساس القبيله او الكيان القوي المسموع والمفهوم. لما بيمشي وسط اصحابه ما بيبقاش ابن فلان اللي بيتأمر عليه، هو بيبقى عضو في جماعة ليها لبسها وطريقتها في الكلام وهيبتها وسط الشارع، وده بيبني ثقته بنفسه اللي بتتهز كل يوم جوه البيت. تالت حاجة بقى وهي الأمان النفسي والشحن العاطفي، ودي اللقطة اللي بتنهي اللعبة تماما. لما المراهق بيمر بمصيبة أو مشكلة ويجي يحكيها لصاحبه، صاحبه مش هيمسك له الكرباج ولا هيقول له أنت فاشل وتستاهل قطع رقبتك. صاحبه بيسمعه بحب وتعاطف حقيقي، وبيطبطب عليه ويقول له أنا حاسس بيك، وعلى فكرة اللي أنت بتقوله ده حصل معايا قبل كده، وفكك يا عم وكبر دماغك وما تقلقش إحنا في ظهرك. التعاطف ده يا أميجو بيتحول للشاحن العاطفي البديل. الشلة بتبقى هي المستشفى النفسي اللي بيروح يرمي فيها همومه ويرجع البيت لابس قناع الصمت والغموض ورا باب أوضته المقفول. طيب، شايفك دلوقتي يا أميجو وانت بتهز راسك ومهموم وبتتحسر وتقول لي وعينك فيها لمعة خوف. أنا كأب أو كأم خلاص فهمت البركان اللي شغال جوه دماغه وفهمت أنا كنت بغلط في إيه، بس الحقني إزاي أفك السلك الملمس ده، وإزاي أخليه يفتح باب أوضته دي برغبته ويرجع لحضني ولبيته من تاني قبل ما الدوامة تسحبه والشارع وأصحابه ياخدوه مني للأبد. ما تقلقش يا بطل، أخوك الاستوريادور مش هيسيبك في نص الطريق. علماء النفس وخبراء العلاقات الأسرية حطوا لنا روشتة إنقاذ سريعة وخطة الصيانة الشاملة اللي مكونة من 4 خطوات سحرية، ولازم تبدأ أو تبدأي تطبقوهم في بيتكم فورا ومن النهاردة. أول خطوة وهي إنك تقلع بدلة الضابط وتلبس قناع الملجأ، إنك تكون الأمان اللي ما فيهوش محاكمة. أول خطوة وما فيهاش فصال إنك تقطع فورا أسلوب التحقيق والمخابرات. لما تلمحه خارج من اوضته او راجع من بره، بلاش ترمي في وشه قنابل من نوعيه كنت فين، بتكلم مين، ومين اللي بعت لك الرساله دي. انسى الاسلوب ده خالص وبدلهم بجمل رقيقه بتطمن، زي نورت البيت يا بطل، انا موجود في الصالون لو احتجت تفضفض او تحكي اي حاجه في اي وقت. لازم تطمنه وتحسسه بافعالك ان البيت ده مش ساحه محاكمه عسكريه مستنيه غلطه منه. لازم يعرف ان البيت هو الملاذ والملجأ الامن اللي مسموح له يغلط فيه ويتعلم من غلطه من غير ما يتجلد او يتشنق. وتاني خطوه وهي انك تحترم منطقته الامنه. عشان ابنك المراهق يخرج لك بره قوقعته لازم يحس الاول انك محترم مساحته وحدوده. خبط على باب اوضته واستأذن قبل ما تدخل عليه. بلاش نظام الكبس المفاجئ، وبلاش تفتيش في تليفونه وفي اوضته من ورا ظهره كانك مستني قفشه جنائيه، لانك يا اميجو لو قفشته بالطريقه دي انت بتنسف جسر الثقه بينكم وبالديناميت، وبتحوله لشخص عبقري في الاستغمايه وانه يستخبى منك، وهيتعلم يشفر كل حاجه ويدفن اسراره في مكان اعمق مش هتوصل له ابدا. سيبه يحس ان اسراره وحاجته الشخصيه في امان جوه بيته. تالت خطوة بقى وهي شفرة الإنصات الذكي، ودي لازم تقفل فيها حنفية المواعظ. لما يجيلك في لحظة صفا ويقرر يفتح قلبه ويفضفض لك بمشكلة حتى لو شفتها تافهة وهبلة، أرجوك اقفل حنفية النصايح الجاهزة والمقارنات الميتة. بلاش الجملة الكلاسيكية اللي بتسد النفس، وأنا في سنك كنت بكسر الصخر، وأنا في سنك كنت بطير بعد الظهر. اسمعه للآخر بتركيز وبدون مقاطعة، حسسه إنك حاسس بزعله ومقدر حجم مشكلته في نظره هو، وقول له بكل هدوء أنا حاسس بيك جدا ومقدر إنك زعلان. قول لي بقى، تحب نفكر في حل للموضوع ده سوا، ولا أنت بس كنت حابب تفضفض وأنا أسمعك؟ الحركة دي بتخليه يشوفك صاحبه الكبير وإنك بتمثله السند مش سجانه اللي مستني يحاكمه. رابع وآخر خطوة وهي إنك لازم تتقابل معاه في أرض مشتركة وتنزل لمخه، مش تطلب منه إن هو اللي يطلع لمخك وطريقة تفكيرك. المراهق مستحيل هيخرج من أوضته عشان يقعد يسمع خطبة الجمعة والمواعظ اللي في الصالة. لو عاوزه يجيلك
ادخل انت معاه في اهتماماته والعالم بتاعه، انزل العب معاه جيم بلاي ستيشن واقبل التحدي، اتفرج معاه على ماتش كورة او فيلم كرتون وشجع الفريق اللي هو بيشجعه، اسأله عن الالعاب الجديدة او الاغاني اللي بيسمعها في سماعاته من غير ما تتريق عليها وتطلعها اغاني هابطة لمجرد ان هي مش مناسبة للجيل بتاعك او مش زي الاغاني اللي انت كنت بتسمعها وانت صغير. انزل لسنه، شاركه شغفه وافهم عقليته عشان تقدر تملك قلبه وتسحبه لعالمك انت بالتدريج وبكل حنية وحب. في النهاية يا أميجو، المراهقة مش مرض نفسي ولا هي وصمة عار، هي ببساطة مرحلة عبور صعبة وخطيرة. المراهق فيها مش قاصد يعاديك، هو بس بيحاول يتولد من جديد كشخص مستقل. الأجهزة الرقابية جوه البيت لازم تتنازل عن دور السجان وتتحول لدور الملاذ الآمن. بدل ما تكسر بابه، سيب بابك انت مفتوح وطمنه انك جاهز تسمعه من غير أحكام ومن غير عقاب. وقبل ما نقفل حلقتنا، عاوزك تقولي في الكومنتات، لو انت مراهق ايه اكتر تصرف من اهلك بيخليك تقفل باب اوضتك؟ ولو انت اب او ام، ايه اكتر حاجة مجنناك في تصرفات ابنك؟ احكوا لنا تجاربكم تحت في الكومنتات وخلينا ننور الزوايا الضلمة. وكالعادة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير على اوسع نطاق عشان الوعي يلف في كل البيوت. كان معكم الاستوريادور، نستودعكم الله.